روتين وتريتمنت الشعر الكيرلي ب9 منتجات. يلا بينا اوريكم الروتين خطوه خطوه. اول خطوه في الروتين هي حمام الزيت، فهستخدم الزيت ده بالروزماري، فيه اكتر من 15 زيت، بس هو معمول عشان جذور الشعر اللي يساعد انبات الشعر وكمان للترطيب لباقي شعري. فهستخدمه كده، هستخدم حبه صغيرين بس على جذور الشعر كده، واوزعها على كل جذور الشعر. نص القطاره ديت كده بوزعها على الشعر، بستخدم مثلا قطره وقطره ونص على كل جذور الشعر، وبعدين ادلك فروه راسي كلها كده كويس، وبعدين اخد حبه زيت تانيين كده واوزعهم على باقي الشعر. اقسم الشعر اجزاء، مش لازم يعني اجزاء زي بعض، المهم يعني اجزاء كده، واوزعهم على باقي الشعر، وبالذات الاطراف اوريدي بتكون جافه لوحدها فبتحتاج ترطيب، الزيت ده فيه زيوت كتيره جدا للترطيب، فاوزعه على باقي الشعر كده. بعد ما وزعت الزيت على كل شعري ودلكت فروه راسي كويس، اربطه كده بس، وبعدين الشاور كاب كده، واستخدم الفوطه المايكرو فايبر كده ان انا اغطيه واسيبه ساعه او ساعتين قبل ما اغسل شعري. بعد حمام الزيت جه وقت ان انا اغسل شعري بالشامبو. انا هغسل شعري بنوعين شامبو. اول شامبو بالبابتايد، طبعا الشامبو بيتحط على فروه الراس مش على الاطراف، فاحطه على اطراف صوابعي كده واحطه على الفروه وادلكه كويس كده. وعشان الشامبو ده بالبابتايد فهو بينظف ويعالج في نفس الوقت، فعشان كده لازم اخد وقتي كويس قوي وانا بدلكه في شعري. بما انه كل شعري عليه زيت بما فيه كمان الاطراف، فانا لازم اتاكد ان هو ده نضف، فان انا احط الشامبو على فروه راسي بس وانضفه كده فباقي الشعر مش هينضف. فانا اللي بعمله ان انا بعصر الشعر، ما بدعكش الشعر واعمل كده، لا، بفضل ادلك الشعر كويس واعصره كده. فلو كملتوا الطريقه ديت هتلاقي ان الشامبو بينزل لاخر الشعر. بفضل ادلك واعصر الشعر كده، وتلاقوا الشامبو بينزل لحد اخر الشعر خالص. وديت الطريقه ان بننضف فيها بقيه الشعر، ما بنقعدش ندلك الشعر، هيتكسر بالذات وهو مبلول، وكمان هيتكلكع وهيتكعبل في بعضه ويتقطع عشان هو كيرلي. لكن لما ندلكه كده بس، فالشامبو اللي بينزل من فروه الراس لحد هنا بينضف بقيه الشعر من غير ما يعمل له ستريبنج. فهكمل تدليك في شعري كده لحد ما اتاكد ان كل شعري نضف، وهروح اشطفه وارجع لكم. غسلت شعري من الشامبو، ودلوقتي جه وقت شامبو نمبر 2. الشامبو ده بقى من غير سلفات، والسبب اللي انا بغسل شعري ب2 شامبو عشان اتاكد ان هو نضف تماما، مش عايزه اي زيوت تفضل فيه، بس في نفس الوقت مش عايزه اعمل له سترابنج من الزيوت الطبيعيه ويبقى جاف قوي، فعشان كده بستخدم تاني شامبو من غير سلفات. غير ان الشامبو ده اساسا فيه زيوت شويه، فهو بينضف ويرطب في نفس الوقت. وبنفس الطريقه كده بحطه على فروه الراس وادلكه كويس لحد ما اتاكد ان كل حاجه نظيفه ماشي، وما ادلكش باقي الشعر وما اقعدش ادعك في باقي الشعر. انا بس ادلك كده فروه الراس واعصره على باقي شعري كده. الشامبو لوحده وانا بشطفه كمان هينزل على باقي شعري فينضفه. ادلك شعري بس كده كويس، وبعدين اروح اشطفه وارجع لكم. شطفت شعري من الشامبو، والفوطه اللي انا بستخدمها ديت فوطه مايكرو فايبر، اوكي، دي فوطه قطن ما بنشفش بيها شعري خالص، بستخدم دايما فوطه مايكرو فايبر. بعد ما اتاكدت ان شعري نضيف خالص جه وقت بقى التريتمنت. انا بستخدم بابتايد تريتمنت عشان اعالج شعري وارجع له الحياه تاني. البابتايد تريتمنت ده ما بيتحطش على الشعر وهو مبلول وينقط ميه، فانا هستخدم فوطه مايكرو فايبر كده تاول دراي يعني، بس بالراحه كده على شعري، ما اقعدش ادلك فيه عشان انشفه، لا، انا بس كده عشان اتخلص من الميه الزايده كده. لما انشف شعري من الميه الزايده فبتاكد ان التريتمنت الشعريه تشربه، مش يكون مبلول وبينقط ميه فينزل مع الميه اللي قاعده تنزل مع الشعر. وما ينفعش يكون الشعر ناشف، يعني يكون مندي كده مبلول شويه. هقسم شعري اجزاء كده، مش لازم اجزاء يعني متساويين، بس المهم اجزاء اعرف اتحكم فيهم واوزع في التريتمنت مظبوط. هاخد حبه صغيرين جدا من التريتمنت، اوكي، واوزعه على ايدي كويس كده، وابدا اوزعه على الجزء ده من تحت، واتاكد طبعا الاطراف اهم حاجه، واوزعه على نص الشعر كده وابعد عن الجذور. التريتمنت ده بيتحط على الشعر وبعد كده يتغسل، مش زي الكي 18 اللي بسيبه على الشعر واعمل له روتين بعديه. فده لازم اسيبه زي حمام الكريم كده، مش محتاجه احط كتير، هو بس حاجه صغيره كده، وبتنفع على الشعر على الجزء كله. اهم حاجه تحت دايما بيكون اكتر حته جافه، بالذات في الشعر الكيرلي دايما الجزء اللي ما هو من نص الشعر اللي تحت بيكون جاف جدا،
عشان الزيوت الشعر الطبيعيه ما بتوصلوش، الشعريه نفسها بتبقى ملولوه حوالين نفسها، فمفيش زيوت بتوصل له، كمان بيجف بسرعه. وفي نفس الوقت وانا بحط التريتمنت بسلك شعري كده بصوابعي عشان يتوزع برضو، طول ما الشعر مفكوك من بعضه فالتريتمنت يتوزع عليه بالتساوي، بدل ما يتحط على جزء وما يتحطش على الجزء التاني. شعري اللي قاعد يقع ده هو ده عادي يعني، كده كده انا بقالي مثلا ايه 5 ايام ما سرحت شعري، فطبيعي وانا كده بحط صابعي فيه وبسلكه شعري. انتوا عارفين ان هي دايما الحته اللي في الشعر اللي هنا ديت بتكون جافه، عشان دايما هي اللي متعرضه لكل حاجه، لكن الشعر اللي مستخبي من الداري ده محمي شويه، عشان كده عايزه اركز على الحته ديت. اوكي كده وزعته على الشعر كله، بس هاخد حته صغنطوطه خالص كده. اوكي بس بقيه الشعر كده كده. اوكي ركز على الشعر اللي قدام ده بس كده شويه، وبعدين هجيب كل الشعر كده اللي تحت ده، الاطراف، انا عايزه الاطراف اهم حاجه، وبعدين بس المه كده. اوكي واسيبه كده 10 دقايق ربع ساعه قبل ما اشطفه وارجع اكمله روتين. شطفت شعري من التريتمنت وجي وقت بقى الخطوه اللي بعديها. نفس الحكايه برضو، شعري مش بينقط ميه، ايوه مندي كده عشان اعرف احط عليه حمام الكريم. حمام الكريم اللي هستخدمه ده للشعر الكيرلي يعني ما فيهوش سيليكون. حبه كده برضو، وبعدين احط على الشعر من تحت لفوق واركز على اطراف الشعر وابعد عن الجذور كده، واوزعه كويس وافكه برضو كده بصوابعي وانا بوزعه، وبعدين بمشط واسع اتاكد ان هو متسلك كويس كده. اول جزء، ايوه تسريح الشعر وهو مبلول مش احسن حاجه، لكن الدمج اللي الشعر الكيرلي هيتعرض له لو اتسرح وهو ناشف اكتر بكتير جدا من الدمج اللي هيتعرض له لو اتسرح وهو مبلول، as long as عليه ديتانجلر، عليه حمام كريم، عليه حاجه تساعد في التصفيف زي كده اتسرح. ودايما بمشط واسع، ما ينفعش مشط ضيق، ما ينفعش فرشه جامده وسنونها جامده تقطع فيه اللي هي تجبره يفك من بعض، لا تبقى حاجه بالراحه على الشعر. دي كده حمام الكريم هلمه بس واسيبه على شعري كده 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي واشطفه. وكده احنا لسه وصلنا لنص الطريق، لسه قدامنا شويه. ضفت شعري من حمام الكريم وجي وقت بقى الروتين بتاعه العادي، لازم اغير الفوطه القطن ديت لفوطه مايكرو فايبر. طبعا كلنا عارفين الفوطه المايكرو فايبر هي احسن حاجه للشعر، بس طبعا هي خفيفه شويه، فانا هسيب الفوطه القطن تحتي عشان ما شعري كله بينقط ميه، عشان ده التوقيت اللي لازم الشعر يكون متغرق ميه. وانا بس عايزه القصه هي بس اللي تبقى قدام كده، هسيبها للاخر. عايزه اقسم شعري بطريقه مختلفه بس المره دي، عشان حاسه ان انا دايما بقسمه من النص، فعايزه اغير الموضوع شويه. شعري بقسمه من النص كتير قوي، بقى على طول لوحده بقى يتقسم من النص، فعايزه اصففه بطريقه مختلفه شويه الفتره الجايه. الروتين ده بياخد وقت شويه، بس هو تريتمنت اكتر، فلازم اخد وقتي براحتي خالص لحد ما اتاكد ان هو اتعالج كويس، خد كل الترطيب من الزيوت والتريتمنت اللي انا عاملاها. مش عايزه بقى اجي في اخر حاجه اخلصه بسرعه وفي الاخر يبوظ مني. اول حاجه هستخدم الليفن كريم ده، بودنج تقيل شويه، بس يعني تقيل مش شويه، تقيل كتير، فهاخد حاجه صغيره خالص كده، تالي دي كفايه كده، عشان هحط مش بس ده، يعني هحط ده اول كريم كده واوزعه واتاكد طبعا الاطراف ترطيب كتير قوي عليها، وزعه على كل الشعر. المهم ابعد بس عن الجذور مش محتاجه الكريم ده. فرشه ديفينيشن انا شعري اوريدي مسلكاه، فبس اسرحه كده عشان اتاكد ان الكريم اتوزع على الشعر كله، كده خلاص. يعني الفرشه بتوزعه برضو شويه، وبعدين احط كريم تاني. الكريم ده بقى ستايلينج كريم، ده للفريز كمان هيت بروتكتور عشان لما اجي انشفه، فاحط حبه صغيرين خالص وبرضو اوزعه زي ما وزعت الكريم الاولاني. الخطوه ديت من ساعه ما بدات اعملها فرقت معايا جدا. كنت الاول بحطها باخر خطوه، لكن لقيت لما انا بحطها بعد الكريم بتفرق، فانا so far so good يعني. فرشه تصفيف كده،
كده يعني مش محتاجه بقى ايه اخد اجزاء صغيره يعني اتس اوكي كده. ده بقى ايه سهل شويه عليا، مش عايزه اعمله يبقى ديفايند قوي. هنا السبراي بوتل ميه ابله كويس، ايوه بعد ما صفيته فرشه التصفيف كده اتاكد ان هو مبلول كويس جدا. وبعدين الجل، واخد حبه جل حلوين كده كده، وعلى الشعر اللي انا اوريدي مصفيه فرشه التصفيف اتاكد ان انا وزعته عليه كله كده. اوكي ادي اول جزء كده كريم كده اوزعه، اتاكد ان الاطراف مترطبه. الستايلينج كريم والهيت بروتكتور نفس الحكايه بقى. برضو اغير الطريقه شويه ان انا اخد شويه جل ماشي تالي حبه كده واحطه على الشعر. يعني ممكن احط الجل قبل ما اعمله ستايلينج بالفرشه او ممكن بعد، يعني الطريقتين بينفعوا معايا الحقيقه يعني I don't mind. كده خلص بس بدأت ازهق الحقيقة يعني عايزة اخلص. ايه دي كده اوكي. ما اعملوش سكرانش دلوقتي. ليه ببعد عن الجذور مع ان ناس كتير هيقول لك اصل الجذور جافه، اصل الجذور بتهيش فالمفروض يعني نحط عليها كريمات وبتاع؟ لا، الجذور لو اتحط عليها كريم هيسد المسام، والفكره الشعر بيطلع منين بينبت منين لو المسام اتسدت الشعر هيقع. كمان مش عايزين اي كريمات او اي حاجه تحط على فروه الراس عشان هتعمل قشره، القشره برضو بتوقع الشعر. فان جنرال الجذور ما نحطش كريمات، اي نوع من انواع الكريمات على الجذور. حتى لما بنحط زيت على جذور الشعر بنحطه شويه ونغسله. عايزه اعمل دي لورا فالموضوع صعب شويه بقى، عشان كده انا دايما بقسمها من النص واعملها جنبين، بس يعني لو عملتها لقدام مش هتنفع فلازم اعملها ستايلنج لورا. It's really hard. يا رب تنفع الحركه ديت، انا اول مره اجربها يعني hopefully it works. اوكي مش عايزه اعمله خصلات تخينه وبعد ما ينشف اقعد افك فيه عشان ساعات بيهيش، فانا عايزه اعمله خصلات رفيعه لوحده اللي هو ينشف على شكله وخلاص ورايح دماغي. اقعد اجرب في نفسي، لو ما قعدتش اجرب في نفسي اجرب في مين؟ وكمان ينفع يمكن كل ما اجرب حاجه جديده كده ساعات بتطلع حلو. كده هقلب شعري كله قدام كده وبعدين ابله تاني ايوه كده. اخد الجل واخد حبه حلوين كده و praying hand method على الشعر. اوكي وبعد كده اعمل سكرانش، بعدين اقلب شعري كده. ده بقى هيت بروتكتور سبراي وارشه على شعري كله كده، بالذات بقى الاطراف والحتت اللي انا عارفه ان هي هتعرض للشمس، ممكن تتعرض للحراره اي حاجه. المهم ارش على كل شعري عشان اتاكد ان هو شعري محلو. خلاص كده دلوقتي بقى انشف شعري. طبعا انا مش هسيب شعري كده في الهواء الطلق ينشف لوحده، انا هستخدم الهير دراير والديفيوزر. الشعر ما يتسابش مبلول فتره طويله، الشعر ضعيف جدا وهو مبلول فلازم ينشف بسرعه في اسرع وقت. كل ما فضل مبلول فتره اطول كل ما اتكسر واتقصف اكتر. انتوا عارفين طبعا طريقه التصفيف، عملت لكم عليها فيديوهات قبل كده، بس احط كده جزء واشغل الهير دراير على الدافي والهواء الميديوم، وانا اوريدي حاطه هيت بروتكتور فمش مشكله الهواء الدافي. هنشف شعري وارجع لكم تاني. نشفت شعري خلاص والدنيا ليلت، فيلا نخلص شعري بسرعه. اخر خطوه في الروتين هي السيرم، وانا بستخدم سيرم برضو بالبابتايد. هاخد كده بامب او 2 واوزعها على الشعر كله كده bring hand method. نفس الحكايه برضو ابعد عن الجذور، عايزه اركز على الاطراف. السيرم ده بالبيبتايد، فانا دلوقتي استخدمت شامبو بالبيبتايد، التريتمنت بالبيبتايد، ودلوقتي برضو السيرم بالبيبتايد.
فعلاج كامل متكامل، غير ان انا عملت حمام زيت في البدايه، فده بيرطب ويقوي الشعر. وكمان الزيت الزيت اللي انا استخدمته ده اساسا لفروه الراس، الاساسي فيه ان هو فروه الراس عشان هو بالروزماري، فبيساعد على انبات الشعر، يقلل التساقط، يقويه، يعني بيطوله، حاجات كويسه يعني. وبعدين في حمام الزيت ده كمان، لما اعمل حمام زيت قبل ما اغسل شعري، بالذات انا دلوقتي بغسله مثلا ب2 شامبو، فده بيعمل طبقه عازله شويه، فبيحمي الشعر من الميه، وبيحمي الشعر من الشامبو، يعني السولفات اللي في الشامبو، فبيحافظ على الشعر اكتر يعني. انا من ساعه ما بدات اعمل حمام زيت على طول قبل ما اغسل شعري، كويس جدا، ساعدني قوي. وبعدين انا ده التريتمنت اللي انا بستخدمه، ده بقالي فتره بستخدمه، اللي هو التريتمنت اللي بيتشطف بعد ما احطه. الكي 18 بيتساب على الشعر. فيه كام نوع من انواع التريتمنت. البيبتايد سو فار التريتمنت ده والكي 18 هم افضل حاجات جابوا نتيجه معايا. بس انا برضو عايزه اخلص ده الاول واشوف نتيجته النهائيه بعد ما اخلصه كله، واشوف نتيجته على شعري قبل ما اجيب حاجه تانية واجربها. يعني عايزه ادي ده مساحته تماما لحد ما يخلص عشان اقدر اقول فيه رايي بالظبط، واشوف النتيجه كلها قبل ما اجيب حاجه جديده وابدا استخدمها. فانا لو استخدمت حاجه جديده، فانا مش عارفه دلوقتي ايه اللي حسن شعري، التريتمنت ده ولا الجديد اللي انا جبته. فانا خلصت كي 18 وبدات استخدم واستخدمت ده اهوت. انا فاضل لي يعني في كم مره كمان وهيخلص، وانا اوريدي شايفه الريزلت بتاعته في شعري. فيعني ان انا اقدر اقول دلوقتي التريتمنت البيبتايد عامل ازاي، بس انا عايز اخلصه الاول قبل ما اعمل فول ريفيو عليه. اوكي، هخلص ده في المرايه وارجع لكم. انا مش مصدقه ان انا نسيت اصور لكم الفاينل ريزلت امبارح، بس على الاقل افتكرت النهارده. فده شكل شعري تاني يوم بعد ما خرجت بيه. كمان انتوا عرفوني ايه رايكم، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وعندكم اي اسئله برضه سيبوها لي في الكومنتس. See you later.